السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى متابعين. النهاردة وزي كل مرة وصفة سهلة سريعة بسيطة. النهاردة يا جماعة هنعمل مع بعض أسرع وأسهل صينية سمك. ممكن تعمليها في دقايق معدودة، بدون أي مجهود وبدون أي وقت. هنعمل النهاردة مع بعض يا جماعة صينية السمك، كاسكومري وباغة والموزة. انا عندي هنا هم دول مشكلين. طبعا بنقدر نعرف الكاسكومري والباغة من بعض. طبعا اهو يا جماعة في فرق. طبعا ده هنا ليه هنا من هنا عضماية وده ملهوش. وطبعا الاتنين بيبقى الطعم قريب، بس ايه اختلاف ان ده ليه سلسلة شوك وده ملهوش. هنقول بسم الله وهنعمله مع بعض بطريقة حلوة جدا وسهلة جدا وسريعة جدا. لو مزنوقة، لو عايزة أكلة سريعة ممكن تعمليها، مفيش أسرع من صينية السمك دي. أول حاجة يا جماعة عندنا السمك بتاعنا دوت، وعندنا هنا خلطة أنا عاملاها عبارة عن هريسة توم مع هريسة الفلفل، مع كمون وملح وشطة وليمون ومعلقة من بهارات السمك. وعندي هنا يا جماعة خضار مشكل. الخضار مشكل ده بقى بتاعك انتي تختاري اللي يناسبك والحاجة اللي انتي بتحبيها او الحاجة المتوفرة عندك. انا هعمله النهاردة. عندي طماطم، عندي بصل، عندي فلفل الوان، عندي شرايح ليمون، عندي فلفل حامي، عندي معلقتين من الكرفس. اول حاجة هنقول بسم الله، وهاخد الخلطة دي وهنزلها هنا يا جماعة على الطماطم والفلفل ديت، بحيث ان يبقى الحاجات الخضار بتاعي ده كله متبل معايا زي ما انا هتبل السمك، وهيبقى بالشكل ده. وافرده بقى كده في الصينيه باي طريقه عشوائيه اهو يا جماعه، مش لازم هرص ولا لازم اي حاجه اهو يا جماعه كده. وبعد كده هاخد الخلطه بتاعتي دي وهبتدي اخد السمك بتاعي وهحشيه من الخلطة ديت بالشكل ده. اتأكد بس ان الحشوة موجودة في السمكة كلها، وهبتدي ارص بالشكل ده كده يا جماعة، وابتدي ارص بالشكل ده. اخد السمكة كده لازم تتبل كويس جدا، وابتدي ارصها في الصينيه. اكمل بقيه كل الكميه اللي عندي بنفس الرصه وبنفس الطريقه. وبكده اهي يا جماعه بعد ما رصيت صينيه السمك بالشكل ده. طبعا الرصه طبعا بتفتح النفس، وشكل الخضار والطماطم والليمون والحاجات دي بتبقى جميله جدا. انا ما عملتش غير ان انا بعد ما حدقت بس السمك رصتهم بس كده، تبقى رصه تفتح النفس، ويبقى شكل السمك حاجه شكلها حلو وكويس ويفتح النفس. واهم خطوه هنا بقى يا جماعه، انا مش هعمل في الصينيه دي غير حاجه واحده بس. هاخد طبعا انا حاطه الثوم وحاطه الليمون، ومفيش اي حاجه تاني كده ناقصه غير بس رشه زيت كده هوت من على وش الصينيه بتاعتنا اهي. حاجه كده بسيطه يا جماعه، وهاخدها على البوتاجاز من فوق حوالي 10 دقايق، وبعد كده هدخلها الفرن تكمل سواها على نار هاديه خالص. وبكده هتبقى جاهزه معايا. احلى غدا سريع جدا، ما فيش ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. طول ما انت حاجتك بتبقى جاهزه مش هتاخدي اي وقت. دي كانت اسهل واسرع صينيه سمك ممكن هتعمليها.
وبكده هدخلها كده خلاص يا جماعة على النار، وهوريها لكم بعد السوا هتبقى شكلها ايه. السمك دوت يا جماعة من افضل الانواع. طبعا مهما قلت لكم ان هو بيبقى غني جدا بالاوميجا 3، والافضل طرق طهيه ان هو يتعمل صينية بالطريقة ديت. يا ريت تجربوها، حلوة جدا جدا وحاجة مفيدة ومغذية جدا لولادنا. وبكده خلاص يا جماعة بعد ما استوت وده هيبقى شكلها. طبعا مش عايزة اقول لكم ريحتها، والسمك ده طعمه بيبقى جميل جدا جدا جدا. بجد الوصفة تستاهل التجربة، ويا ريت تجربوها. واللي جربوا وتعجبوا الوصفة يا ريت يكتب لي في الكومنتات. ودي كانت معانا اسهل واسرع صينية سمك ممكن تعمليها في وقت قياسي جدا. يا رب النهارده الوصفه تعجبكم، وتكون وصفتي النهارده تكون خفيفه عليكم. وبكده دي كانت وصفتنا. يا رب تعجبكم، ويا ريت اللي تعجبه الوصفه يا ريت يشيرها عشان الكل يستفاد. واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا مننا كل جديد. كل وصفاتنا سهله سريعه بسيطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.